كعادتهم مع اي شركه راعيه للنادي الاهلي كل سنه بتنزل اعلان جديد، وتلاقي يقول لك دي تلميحات وده تلقيحات وده ايحاءات وشغل عيال صغيره، ولازم يلغوا الاعلان ولازم الاعلان يتشال. العجيب والغريب ان احنا ندعم البلطجه، ندعم المشاهد المش كويسه. الناس ديت ما شافتش الاعلانات بتاعت الوكالات، وكل وكاله ازاي بتعمل اعلان يميزها عن الوكاله التانيه. فتلاقي الاعلام الزملكاوي مجرله ساعتين في اي قناه، وقعد بقى يهبط في اي كلمتين وقعد يشحن في الناس. ومش عارف انا اصلا الناس ديت متسابه ازاي، الناس دي ما بتتحاسبش ازاي. ده وصل بيهم الحال ان واحد يسجل لخدمه العملاء وهو بيهزقه وهو بيشتمه عشان هو زملكاوي، واخوه عنده منصة إعلامية وقاعد يقول لك قاطع الشركة، قاطع شركة اتصالات، قاطع شركة اتصالات. يا جدع انت ايام لما قلنا اعملوا مقاطعة علشان خاطر اخواتنا اللي في غزة، ازاي ودول مصريين شغالين فيها وحرام عليكم هتضيعوهم وهتخربوا بيوتهم؟ ما تفهمش الناس ديت اصلا بتفكر ازاي. لكن هم عندهم الاهلي عامل لهم عقدة، الاهلي عامل لهم حرقان، وما فيش حد بيحاسب الناس ديت على الشحن الجماهيري اللي بيعملوه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.